يا هلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم. فيديو مثير ومليان أسرار. راح ننطلق سوا برحلة عبر الزمن، رحلة لعالم الآثار والاكتشافات الغريبة يلي حيرت العلماء لسنين طويلة. تخيلوا معنا حضارات اختفت من زمان، ومدن غرقت في المحيط، ورسومات بتحكي قصص غامضة، وتماثيل ضخمة أكبر من أي شيء ممكن تتخيلوه. كل هالاكتشافات بتحمل أسرار كثيرة، فهل أنتم جاهزين لكشفها؟ استعدوا للانبهار. في صحراء بيرو، بعيدة عن أي منطقة فيها ناس، مخبى سر غريب تحت الرمال. سر على شكل جماجم غريبة أطول من جماجمنا بكثير، شكلها بيوحي وكأنها ما بتشبهنا. يا ترى مين أصحاب هذه الجماجم؟ هل ممكن يكونوا زوار من الفضاء الخارجي؟ أم ناس عاشوا زمان وكانوا بيغيروا شكل جماجمهم بطريقة غريبة؟ الغموض لسه بيحيط بها الاكتشاف، وما في إجابات واضحة لحد هلأ. تخيلوا مدينة كاملة فيها جدران وشوارع موجودة تحت مياه المحيط الهادئ. هالمدينة موجودة قبالة سواحل اليابان، وبتشبه مدينة من عالم خيالي. هل يا ترى هالمدينة تكونت بشكل طبيعي؟ أم هي من صنع حضارة متطورة عاشت قبل آلاف السنين؟ الأسئلة كثيرة، والإجابات ما زالت غامضة. على صخور موجودة بأماكن مختلفة حول العالم، من صحاري إفريقيا لحد غابات أمريكا الجنوبية، موجودة كتابات غريبة ما حدا قدر يفهمها لليوم. رموز غريبة ورسومات غامضة بتشبه أحياناً حروف اللغات يلي بنعرفها، بس بشكل عام شكلها غريب ومش مفهوم. هل يا ترى هي مجرد خربشات من صنع بشر ما بيعرفوا يكتبوا؟ أم إنها رسائل سرية مخبأة من زمان؟ في جزيرة الفصح يلي موجودة في نص المحيط الهادئ، في تماثيل ضخمة منتشرة في كل مكان. تماثيل عملاقة اسمها مواي، بتخلينا نتساءل مين عملها وكيف قدر ينقلها لهون. بعض هالتماثيل وزنه أطنان وطوله عشرات الأمتار، فكيف الناس يلي عاشوا زمان قدروا ينحتوها وينقلوها بدون معدات حديثة؟ في صحراء نازكة في بيرو موجودة رسومات عملاقة ما بتنبين إلا من السماء. حيوانات ونباتات وأشكال هندسية مرسومة بدقة عالية على مساحات واسعة من الأرض. كيف قدر البشر يرسموا هالخطوط الدقيقة بدون طائرات أو أدوات حديثة؟ وهل هالرسومات هي رسائل للكائنات الفضائية مثل ما بيعتقد البعض؟ سنة 1796 وجد جنود فرنسا حجر غريب في مصر. هالحجر كان مكتوب عليه نفس النص بثلاث لغات مختلفة: الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية. وبسبب أنهم كانوا بيعرفوا يقرأوا اللغة اليونانية، قدر العلماء يفهموا اللغة الهيروغليفية ويقرأوا أسرار الحضارة المصرية القديمة. دوائر المحاصيل هي واحدة من أغرب الظواهر يلي بتصير في وقتنا الحاضر. فجأة وبين ليلة وضحيانها بتظهر في الحقول دوائر هندسية دقيقة ومعقدة، وكأنها مرسومة بأدوات متطورة. هل هي مجرد مزح من بعض الشباب؟ أم إنها رسائل من كائنات فضائية بتحاول التواصل معنا؟ ما حدا بيعرف الإجابة لهلأ. سنة 1947 اكتشف مجموعة من الأطفال في فرنسا كهف فيه رسومات جدارية رائعة لحيوانات مختلفة من عصور ما قبل التاريخ. شو يلي خلى إنسان ذلك العصر يرسم هالحيوانات بالدقة على جدران الكهوف؟ هل هي مجرد رسومات للتزيين؟ أم أنها كانت جزء من طقوس دينية أو سحرية؟ سنة 1990 ميلادي ثار بركان فيزوف في إيطاليا ودمر مدينة بومبي الرومانية تماماً. المدينة انطمرت تحت الرماد البركاني لأكثر من 1700 سنة، وبقيت محافظة على شكلها وتفاصيلها بطريقة مذهلة. في إنجلترا موجودة دوائر حجرية ضخمة اسمها ستونهنج. بعض هالحجارة وزنه أكبر من وزن سيارة كبيرة، ورغم هيك الناس زمان قدروا ينقلوها ويرفعوها بدون معدات حديثة. كيف عملوا هالشيء؟
وليش بنوا هالدوائر الحجرية؟ شو رأيكم بهالاكتشافات الغريبة؟ هل بتخليكم تفكروا وتتساءلوا عن أسرار التاريخ؟ هل معنا كل الإجابات؟ أم في ألغاز لسه مخبأة بتنطر مين يكشفها؟ شاركونا أفكاركم ونظرياتكم في التعليقات، ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة للمزيد.